هلا وشلونكم؟ اليوم سويت طريقة الريزو، طريقة سهلة وبسيطة وأكيد الكل راح يعتمدها. بالبداية عندي صدر الدجاج مقطعته بهذا الشكل، راح أخلي عليه مجموعة بهارات اللي هي ثوم بودرة، بصل بودرة، وزنجبيل بودرة وملح، وخلي بابريكا حارة. وراها راح هاي المكونات أخلطها وخلي عليها خاشوقتين زبادي، إذا ماكو زبادي خلوا كوب ونص حليب سائل، وعصرة نص ليمونة. أخلط هاي المكونات وأخليها بالثلاجة ليلة كاملة أو 5 ساعات تتبل. هنا أنا استخدمت رز محمود، خليت القدر وخليت التمن، طبعا التمن أنا منقعته نص ساعة، وخليت عليه كركم وخليت عليه هيل مطحون وملح، وراح اخلي عليه بعد ما الحمسه اكيد تحمسوه تخلون ما يغطي التمن، بس يفور التمن ويصير بهذا الشكل تغسلوه يتهدر على صفحه. التتبيله مالت الدجاج اللي هو كوب طحين، كوبين ماي، والبهارات نفسها اللي خليناها للدجاج، وتخلوها بالخليط وتخلوها بالطحين، ووراها تقلوها مباشره بدهن غزير، ويكون درجه الحراره مالته متوسطه. هنا أنا بعد ما كملنا طبعا الصوصات اللي هي كاتشب ومايونيز وخردل وعسل. علينا وعليكم ألف عافية. أي استفسار أو ملاحظة اكتبوا لي إياها بالتعليقات. هلا شلونكم؟ اليوم سويت دبسي دجاج مثل ما تشوفون ذايب كلش. طبعا الدجاج ذبح ما استخدم مجمد. راح اشرح لكم طريقة الدبسي بالتفاصيل. بالبداية عندي 3 فصوص ثوم حجم صغيرة، يعني مو الفصوص الكبار، خليتهن انا بالكاسة وضفت روبة او زبادي، دبس الفليفلة، معجون، بابريكا، بصل بودرة، دبس الرمان وملح، وشوية زيت او زيت زيتون، عصير نارنج او ليمون. انا ضفت نارنج. انا استخدمت الخلاط من ماركة نوال وخفقت هاي الخلطة وضفتها على الدجاج. طبعا انا ضايفه بوتيتا وجزر، وبعدين غلفتهم وبرغ زبده وسيليفون وخليتهم فرن كهربائي درجه الحراره 180 ساعه ونص ضبط. طلعت الدجاجه كلش ذايب. وعلينا وعليكم بألف عافيه. اي استفسار كتبوا لي بالتعليقات. واللي يسالون على البرياني، هذا البرياني مو شغله، انما وصل لي طلب، راح اكتب لكم اسم البيج.